بص بقى شقي حبيب قلبي، اجايلك في الكلام وهفهمك واحده واحده على نار هاديه. معلش لما مؤاخذه في الاسلوب، انتي وانكو، عشان ده لغه الشباب ودي مسج مش بروفيشنال، ده فيدباك. مصر امي وامريكا خالتي واصيله يا ام محمد. حاجتين. انا البلد اللي انا فيها دي بحبها وبنتمي لها وبحترمها وبسمع كلام القانون اللي فيها، حتى لو في حاجات مش قادره يعني بتحرق لي قلبي، خلاص اخد بالجزمه على دماغي وبعملها. زي الضرايب جايه لكم. هدفي ان انا اوريك صوره حقيقيه، مش صورة سي ان ان، ولا صورة ام تي في، ولا صورة الحاجات اللي بتتفرجوا عليها في التلفزيون، ولا امريكان باي. صورة حقيقية للواقع اللي هنا. افهمك البلد دي القوة العظمى، اه القوة العظمى اللي كانت ماسكة العالم، والى حد ما زالت، ويعني الله اعلم الايام الجاية ايه اللي بيحصل، بس هي في يعني في تدهوريشن، وعايشة بالصيت ولا الغنى. وصلت للي هي فيه ده ازاي في 200 سنة؟ الناس يعني جت شالت بقجتها كده وجت لجوء ديني، لجوء مش عارفه ايه، وحفروا وزرعوا وتباكو ويلا بيع. يلا بقت امريكا. وانت الله اكبر عندك كل حاجه، عندك الشيشه اللي انت قاعد عليها دي، المكان اللي انت فيه ده احتمال يكون بقاله كام الف سنه، ومر بيه كميه تاريخ، ولا انت عايز تستفيد منها وقاعد بس تعمل دماغه ومكبر. وده اللي انا بحاول ازقه فيك. لو دول عملوا كده هتقعد انت مكبر خدت ايه؟ اوكي. الحاجه التانية اللي شغال، اللي اشعلت النار اللي جوايا، لما كان عندي بيزنس كنت ملزمه اني ادفع الضرايب، ممنوع بقى اهرب منها. م? وضرايب كتيره في البيزنس، ولو ما دفعتهاش ممكن تسحب على السجن او يجي لي وورن اوف ارست. اوكي. ولسه الحمد لله ما اتسجنتش. طبعا بعد الواحد ما فهم الضرايب بتروح فين، جزء منها بندفعه للشوارع والنظافه والمرور والجو والمدارس والحاجات الحلوه دي، الحاجات الحلوه اللي احنا عايشين فيها دي، احنا بندفع حقها. بنشتغل 16 ساعه في اليوم وندفع تلت فلوسنا او اكتر لو معانا بزنس عشان نعيش في النظافه. اوكي. آم، وجزء كبير منها بيروح للجيش. فدي حاجه بت كده بتعملني كده من جوه. ليه بقى؟ لان طبعا انا في نظري اللي هو يا نهار اسود، ولاد بلدي اولى. وبعد كده بقول يا عيني العيال دول بتوع الجيش، يا عيني، عشان في جزء منهم يا عيني مسالم، وجزء منهم مش مسالم خالص، بس كلهم عامل لهم غسيل مخ. وكلهم بيبقوا داخلين، معظمهم يعني بيبقوا داخلين اللي هو ايه، سبوبه. اصل انا دلوقتي مش معيش شغل ولسه متخرج، ولا ليا في التعليم ولا ليا في اي حاجه، فخلاص الجيش هيدفع لي وهيجيب لي فلوس، هيجيب لي بيت وهيجيب لي عربيه وهيديني فلوس حتى اروح الجامعه، وبس ام جانا سيرف مش عارفه ايه. مش زي جيشنا كده اللي هو نخوه وشهامه وبلد وشرف والكلام ده كله، اللي ممكن واحد يعني حياته كلها تروح بكله ويطلع له بايه؟ ما بيطلعش بحاجه ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. لا ده هم هنا قاعدين واكلين شاربين على حسابنا احنا. غير كده وكده يعني انتوا عارفين اهو بيحصل فينا ايه. فانا ببقى مرعوبه من جوايا ان انا يا دي النيله يا دي فلوسي يعني بتخلي الناس دي تعمل فينا حاجات شكلاو. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ طب انا متدبسه، طب انا خلاص قاعده، طب انا يعني ربنا كاتب عليا اني اقعد، واسباب شخصيه ومش ضروري تعرفها، واحتمال كبير اقعد هنا لغايه ما اموت، لانها ارض الله. امريكا ومصر والهند كلها ارض الله. الارض اللي هتديني اهتمام وحريه، وان انا اعرف انتج فيها، واعرف انفع نفسي فيها وانفع غيري فيها، دي ارضي الى حد ما. اوكي. فلازم الحته دي اخد بالي منها. فقلت لا سريعا سريعا كده بقى اشتغلي على الفكره اللي في دماغك، انك تشتغلي على الدماغ المصريه عشان خاطر تبقى احسن شويه، عشان تشيل عقده الخواجه دي من دماغها. ودي محتاجه ايه؟ عمليه جراحيه طويله، وانا رزله ومستمره. عارف الحاجه الرزله كده اللي بتستمر في برود وطيل، لان الحمد لله الهدف حلو. الهدف مش حاجه كده اللي هو كروته واجري، لا. اتس كده. آه فانت مصدق مش مصدق مش لحد ما، دي بصراحه دي مش مشكلتي، لانك كده كده بتسمع. لو انت قاعد دلوقتي وبتسمع، انا اديني فهمت لك حاجه احتراما لعقليتك واحتراما لدماغك اللي تقول لي انت امريكا ليه بتهاجميها. بالعكس، هم زي ما هم بيحكموا علينا عشان السي ان ان تطلع عملت بوب في 5 دقايق، يلا العرب والمسلمين كلهم كده، حتى ما بيكلموناش. انت وانت قاعد بتلف الرجوينت بتاعك بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل يا عيني، بس مش متوجه صح.
او ما بتحاولش تفتح دماغك بزياده، او ما بتحاولش حتى تطبق اي حاجه وتقعد تطلع في الايه، في حمله الاكتئاب. في حمله اسمها حمله اكتئاب واحباط وشماعه، نشمع فشلنا او زعلنا او اكتئبنا على بلد وعلى نظام، ولا الكلام ده هياكل معايا. لاني بشتغل على اللي جوه هنا، ماليش دعوه باللي حواليك بره، انا بشتغل عليك على اللي جوه هنا. عايز تقبل مني على راسي يا ابن بلدي، مش عايز تقبل مني يعني اقفل عادي، مفيش اي مشكله. لكن ان شاء الله انا مستمره، وان شاء الله العقول الشباب الطاقه النوويه دي ان شاء الله هتتغير واحده واحده. لو ما اتغيرتش وانا عايشه يمكن ولادي يكملوها، يمكن حد من صحابي يكملها، بس اديني بحفر من وانا بعيد. فاللي بيسبورت مي يعني انتوا، انا ولا حاجه من غيركم الحمد لله بعد رضا ربنا. واللي يجي شويه جايه لك في الكلام. ماشي، سلام عليكم.